بعد 12 سنة من الغياب عن المشهد، 12 سنة من الخروج من دور ال16 وعقدة ليون، وريمونتادا نص النهائي اللي اتكررت أكتر من 3 سنين. منين بدأ كل ده؟ من رأس راموس في ليلة العشرة. بعد العشرة للحديث بقية. القضاء والقدر كتب العاشر للريال بمعاناة. بعد فشل مورينيو بالفوز بدوري الأبطال تمت إقالته، وتعيين أنشيلوتي بعد مسيرة ناجحة مع يوفنتوس وميلان وتشيلسي وباريس، وتم تعيين الابن البار لبيريز زين الدين زيدان عشان يكون حلقة وصل بين الفرقة والإدارة. ومع بداية الموسم بعد فشل صفقة نيمار ورغبة اللاعب بالانتقال لبرشلونة، بقرر بيريز ان هو يروح للخيار التاني جاريث بيل من توتنهام. بيريز قدر يحسم الصفقة ب100 مليون يورو، وكانت اغلى صفقة في التاريخ ساعتها. وضحى أنشيلوتي في الميركاتو ده بلاعيبه زي مسعود اوزيل لارسنال، والصفقة كانت ساعتها صدمة لكل المدريديستا. وثاني الضحايا كان الارجنتيني هيجوايين لنابولي، بالاضافة الى كاليخون وراؤول اربيول لنفس النادي، وكمان تم الاستغناء عن كاكا لاي سي ميلان. وعلى مستوى شراء اللاعبين بقى تم التعاقد مع افضل لاعب صاعد في اسبانيا فرانشيسكو اسكو من مالاجا ب30 مليون يورو، وتم استعادة داني كارفاخال من باير ليفركوزن وكاسيميرو، وتم تصعيد لاعيبه من الكاستيا زي خيسيه وموراتا وناتشو. سوق الانتقالات كلف بيريز 176 مليون يورو. بكده بقينا جاهزين لبداية الرحلة الجديدة والموسم الجديد، ونروح لبداية المشوار في دوري الأبطال. وقع ريال مدريد في مجموعة بتضم يوفنتوس وكوبنهاجن وجالتا سراي، وشدنا الرحال على تركيا عشان نواجه جالتا سراي. واستطاع زملاء الدوم بتحقيق فوز كاسح ب6 أهداف لهدف، 3 منهم كانوا من نصيب كريستيانو. وثاني ماتش في العاصمة مدريد حل يوفنتوس ضيف على ريال مدريد في سانتياغو. قدر الريال ان هو يفوز 2-1، جاب الاجوان اكيد انت عارف نجم الفريق رونالدو. هاخدك بقى ونروح للدوري الاسباني، بالتحديد كلاسيكو الكامب نو قدام الغريم الازلي برشلونة ميسي. وقدرت برشلونة انها تقتنص الصدارة بهدف نيمار في الدقيقة 19، والهدف الرائع لأليكسيس سانشيز في الدقيقة 78. نرجع بقى لدوري الأبطال، والريال بينهي دور المجموعات بعد إبداع وإمتاع وتألق جميع اللاعبين، وبالأخص البي بي سي بتصدر المجموعة برصيد 16 نقطة، وخروج اليوفنتوس في مفاجأة مدوية. وقعتنا قريب دور ال16 مع شالكة الألماني، وكان ماتش الذهاب في ألمانيا، وقدر كريستيانو وزملائه انهم يحطوا رجل في دور ال8 بعد الفوز 6-1، وكالعادة تألق البي بي سي تحت أعين بيريز. وفي ماتش العودة بقى قدر أنشيلوتي انه يحط رجله التانية في دور ال8 بعد الفوز 3-1 بقيادة الدون الوحش الكاسر كريستيانو رونالدو. ونرجع تاني للليجا وشهر مارس اللي كان حزين على كل المدريديستا، وانتهاء حلم الدوري بشكل كبير بعد تعادل ايجابي مع اتلتيكو. خسر الريال الصدارة رغم الفوز على مالاجا وليفانتي. وكلاسيكو سانتياغو اللي كان هيحدد شكل الموسم بشكل كبير قدام 86,000 متفرج. اتقدم انيستا بدري لبرشلونة وقدر يهز شباك لوبيز، وتعادل بنزيما بعد عرضية ارسلها دي ماريا. وبعد دقايق اتقدم الملكي في النتيجة عن طريق الفرنسي من تاني.
وقبل نهاية الشوط الأول بيتعادل ميسي بعد اسيست من نيمار. وأول الشوط التاني قدر كريستيانو يتحصل على ضربة جزاء ويخش يتقدم للملكي. وقبل نهاية الماتش قدر ميسي يسجل ضربتين جزاء وينهي الصدارة لصالح برشلونة. وأنهى الريال الدوري في المركز الثالث خلف البطل أتلتيكو بفارق 3 نقط. وكان الريال على ميعاد مع أول بطولات الموسم قدام مين؟ أيوة، قدام برشلونة. وفي ظل وجود غيابات زي نجم الفريق كريستيانو ونجوم زي سامي خضيرة ومارسيلو، قدر دي ماريا يتقدم في البداية وبالتحديد في الدقيقة 11. وفي الشوط الثاني قدر الاسباني مارك بارترا يسجل هدف التعادل من ركنية. وبعد ما كان الماتش رايح للاشواط الاضافية قدر جاريث بيل يسجل هدف شهير بهربة شهيرة ما تتنسيش. ويتوج الميرينج بأول بطولة في الموسم في حقبة أنشيلوتي. بس في وسط كل الاحتفالات دي أنشيلوتي كان عارف إن الطريق إلى لشبونة مش سهل. الطريق إلى لشبونة بدأ بالفعل في ماتش رد الاعتبار وقعتنا القرعة مع بروسيا دورتموند. دائما كرة القدم تعطيك فرصة للانتقام. ماتش الذهاب كان في سانتياغو، وهنا الريال بعت كارت إرهاب لكل المنافسين. جاريث بيل بيسجل التقدم في أول 3 دقايق، وعزز إسكو النتيجة وسجل التاني، واختمها مسك وسجل الجون التالت. اما في ماتش العودة في السيجنال ادونا بارك كانت من اصعب المواجهات اللي قابلت ريال مدريد الموسم ده. بروسيا كانت قريبة جدا من تحقيق التعادل. في اول الماتش دي ماريا بيضيع ضربة جزاء ويفشل في انهاء المباراة بدري. استغلها اصحاب الارض وبالفعل غلطة البرتغالي بيبي وتقدم رويس. وتاني غلطات الدفاع بيسجل رويس التاني في وسط اندهاش المدرب والدون. وانتهاء الشوط الاول بتقدم بروسيا. بدأ الشوط التاني بدفع أنشيلوتي الإسكو وتألق القائد إيكار كاسياس من ناحية والقائم من ناحية تانية. وبينتهي الماتش بصعود الملكي لدور قبل النهائي. بيضرب ميعاد قدام الغريم السابق بيب جوارديولا وبايرن ميونخ. الخطوة قبل الأخيرة قبل الاتجاه إلى لشبونة. كرة القدم تعطيك فرصة إلى الانتقام. بعد ما حلم العشرة اتبخر قدام بايرن في 2012 الراس يرفض الهدية، حطها المنشن ان ذا فاينل، المنشن في بس الأمور الوقت مختلفة. راموس وأصدقائه على أتم استعداد إنهم يقدموا ملحمة للتاريخ. المهمة الأولى في سانتياغو. بعد استحواذ بايرن على سير المباراة افتقد للمسة الأخيرة. واستغل لاعيبة ريال مدريد ده وعمل هجمة مرتدة وسجل بنزيما هدف التقدم وهدف الماتش الوحيد. بعد الماتش طلع جوارديولا في المؤتمر الصحفي يقول ان ريال مدريد معرفش يمرر 3 تمريرات على بعض ولعبوا باسلوب دفاعي واعتمدوا على الهجمات المرتدة، وشبه الميرينجي بفريق العاب قوة.
والتصريحات دي ولعت الصحف العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي وغضب المدريديستا حول العالم، وتوعد لاعبين البافاري الماتش العودة. بس كان فيه ضوء من الناحية المدريدية، وأكد أنشيلوتي أهمية خطف هدف في الأليانز. الأجواء نارية قبل الماتش، لعيبة الملكي وجمهوره مستنيين يشوفوا فرقتهم في النهائي لأول مرة من أكتر من 12 سنة. القمة بدأت. الثقة والتركيز واضحة على لاعبين الفريقين في الملعب. أنشيلوتي قدر يقفل كل المساحات على الفريق الألماني. بعد هجمة مرتدة قدر الريال يكسب منها ركنية بيسجل راموس أول أهداف القمة في الدقيقة 15. وبعده ب5 دقايق أضاف راموس التاني من غير ما حد من دفاع البايرن يضايقه، في مشهد غريب على دفاع البافاري. وفي مرتدة رائعة وبعد 5 لمسات بيسجل الجون التالت، وبيكسر كريستيانو الرقم القياسي لميسي بيسجل 15 هدف في نسخة واحدة. بتخلص الشوط الأول 3-0، وخلص رونالدو مهرجان الأهداف بفاول عشان يتفرج عليه نوير زي وزيك كده. ليلة حرق أشجار ميونخ من أمتع ليالي دوري الأبطال عند المدريديستا. خطوة واحدة على الحلم، خطوة واحدة على العشرة، لا ديسيما. الصحف بعد قمة ميونخ كانت بتتغنى بالميرينجي وإلحاق الهزيمة الأكبر قدام جوارديولا. النهائي هيكون ديربي قدام أتلتيكو مدريد وسيميوني اللي خرج برشلونة وتشيلسي ورا بعض في طريقه إلى لشبونة. وبعد فشل أصدقاء راموس في الوصول إلى النهائي في آخر 3 مواسم بقيادة جوزيه مورينيو، هما الوقت أقرب من أي وقت قبل كده من تحقيق اللا ديسيما. بعد 12 سنة من المعاناة أخيرا الريال في الفاينل. مدريد معاها أفضل هداف الدبابة الكاسحة كريستيانو رونالدو، أكبر هداف في تاريخ البطولة في موسم واحد ب16 هدف. فهل ستخضع العشرة لبطلها المفضل؟ Casillas was at fault, no doubt about that. He was caught in no man's land by Gabi. Terrific challenge there by Felipe of the 3 frontmen, but here's a chance. It's a fabulous run by Di Maria, but he's held back. Ronaldo يمشي. Ronaldo, he couldn't get there. Here's Bale. Gareth Bale's in. No. Well, he's having the chances. We've got to put that down to a third one. There's still time for Real. Can they find something extra? الريال ما قدم شيء، ما فماش روح. هز نفسيا في ركلات الترجيح. تمشي بالراس. جولاتو جولاتو دالبريكي. ريال 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 مدريد مدريد مدريد. انطلق الشوط الثالث. دي ماريا دي ماريا شجراه. دي ماريا يهرب. دي ماريا دي ماريا دي ماريا دي ماريا. جول جول. It's Gareth Bale with a big moment. مارسيلو جولاتو. الترسيرو الملكي. انهار الروخ بلانكوس. ما اقصاك يا كورة، ما اقصاك يا كورة. It's Ronaldo. ورطو بالمرنجي. الرابع للريال، الرابع للريال. La Decima has been achieved.
their 10th win in the European Cup and the Champions League. That long wait is over. اتمنى تكون الحلقة عجبتك، فما تبخلش عليها بلايك وسبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات، وتابعنا على كل حساباتنا في السوشيال ميديا.